اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الحجازية الاسكندراني. حجازية كده في منتهى الجمال، حاجة كده في طعم البيت. هتعمليها بمكونات سهلة جدا وبطريقة بسيطة جدا، وهتعجبكم ان شاء الله. لايك وشير واشتراك عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله. معايا بقى المقادير بتاعتي. انا هجهز الخميره، ما كانش عندي دي بسبوسه، فانا بعت بنتي بقى جابت لي الدقيق، فقلت هعمل الخميره على ما هي ما تجيب لي. معايا 4 معالق من السكر كبار، ممكن تزودي السكر زي ما انت عايزه خالص، ده السكر بيتحط على العجين، يعني مش هنزود اي سكر خالص. معايا حوالي نص كوبايه او كوبايه الا ربع من الميه، وبرده كل الميه يعني ممكن تحط نص الكميه ميه، وبعد كده العجينه تتحكمي فيها انتي. معايا معلقه من الخميره، هي المفروض خميره تكون فوريه، بس انا ما كانش عندي خميره فوريه فعملت الخميره البير، اللي هي اللي بتبقى موجوده عندنا، او الخميره البلدي اللي بتبقى موجوده في الافران. لو انت مش عندك خميره فوريه ممكن تحتاجي تستعملي الخميره البلدي عادي خالص، وتبقى كويسه برضك معاكي، يعني المتاح عندك. انا الخميره بتاعتي مظبوطه جدا وكويسه، كنت مستعملها في معجنات تانية، فما شاء الله حلوه واشتغلت معايا تمام. معايا بقى الدقيق البسبوسه بنتي جابتهولي، حطيت كوبايتين من دقيق البسبوسه، عليهم كوبايتين من الدقيق الابيض العادي. دقيق متعدد الاستخدامات عادي جدا، يعني اي نوع دقيق انت بتستعمليه في المطبخ تحطيه عادي معاكي. هنخلهم كويس طبعا علشان لو في تكتلات، او يكون مثلا يكون في حاجه كده، في ممكن يعني متبوظيش الوصفه معاكي، وتبقي متاكده ان الدقيق بتاعك كويس ونضيف. هنخله كده زي ما انتم شايفين، ويبقى معايا الدقيق كده تمام. هنقلب كده مع بعضه، هنحط الاول رشه من الملح، طبعا سنة عن الرسول عليه الصلاه والسلام، ونقلب كده المكونات كلها كده مع بعضها لحد ما تختلط مع بعضها تمام كده. لحد كده احنا طريقه سهله جدا وبسيطه. معايا كوبايه من السمنه، انا مسيحاها، احنا طبعا في الشتاء وبتبقى السمنه متجمده، فمش هنعرف نستعملها الا لما نفككها كده على البوتاجاز، يعني ما تكونش سخنة قوي، ولا تكون ان هي ماسكة ببعضها او متجمدة، تكوني مفككاها كده حاجة بسيطة على النار. وتنزلي بقى كده بالسمنة بتاعتك على الدقيق بتاعك لحد ما تشبعي الدقيق كله بالسمنة، يعني تكون الدقيق مفيش حباية من الدقيق او اي حاجة من الدقيق تكون ما شربتش من السمنة، لحد ما كده تمام. يبقى معايا الدقيق بتاعي عامل زي الرملة المبلولة. يبقى كده كل الطريقة بتاعتنا سهلة جدا. كمية السمنة قد ايه؟ مج، يعني المج ده حوالي 200 جرام، المج بتاعي ده بياخد حوالي 200 جرام. بعد كده هننزل بقى بالخميرة بتاعتنا اللي هي بالسكر، بعد ما بوشنا السكر بالخميرة في المية، وهنعجن بقى العجينة بتاعتنا، هنلمها كده ببعضها. العجينة بتاعتي بتبقى بتلم في ايدي، ما بتبقاش طرية قوي، طبعا دي البسبوسة بيتشرب اي سوائل بتتحط له، فانتي حطي بزيادة شوية عن كوباية المية، كوباية الا ربع بالمية، يعني معايا المية من السوائل بتاعتي كوباية من المية بس. فكده هنسيب العجينة بتاعتنا تخمر معانا حوالي ساعة، هي ما بتزيدش ولا بتخمر معانا زي كمية زي العجينة بتاعتنا التانية، هي ما بتزيدش عن كده، بس هنسيبها حوالي ساعة لحد ما تخمر معايا. الحشوة بتاعتنا كوباية ونص من دقيق البسبوسة، عليهم معلقتين من الكاكاو، معلقة ونص من القرفة، كوباية من السكر. يبقى كده الحشوة بتاعتنا سهلة جدا. كوباية ونص من دي البسبوسة، كوباية من السكر، معلقتين من الكاكاو، ومعلقة ونص من القرفة. حابة تحطي رشة من الفانيليا ده على راحتك. معايا ربع كوباية من المية، هندنا نحط زود معلقة بمعلقة كده لحد ما العجينة بتاعتنا او الحشوة بتاعتنا تبقى عاملة زي الحاجة المندية كده او الرملة المبلولة، وبعد كده يبقى تمام معايا الحشوة بتاعتي جاهزة. نجيب بقى العجينة بتاعتنا بعد حوالي ساعة، العجينة بتاعتنا ما بتزيدش او حجمها بيتضاعف، هي زي ما هي، لان طبعا دي البسبوسة ما بيرتفعش او بيخمر. كده تمام. هنجيب نقسم بقى العجينة بتاعتنا في الطبق كده زي ما هي، هنقسمها لنصفين اتنين. انا هفرد الصينية بتاعتي، هحط فيها مسحة بسيطة من الزيت او السمنة زي ما انت حابة، المادة الدهنية دي بتاعتك انت، ممكن تحطي اللي انت عايزاه. معايا كيس تلاجة او ستريتش راب من اللي انا بستعمله في المطبخ عادي جدا. هفرد كيس كده على الرخامة بتاعتي، وهحط العجينة بتاعتي، نص العجينة اللي انا قسمتها هحط النص كده على الرخامة، عليها تحتها كيس من بتاع التلاجة او كيس من الستريتش راب اللي انا عملته، وكيس كمان فوقيها.
نجيب بقى النشابة بتاعتنا ونفرد بقى العجينة. عمرك ما هتعرفي تفردي العجينة غير وانتي بالنشابة او على الستريتش راب او على كيس من بتاع التلاجة، لانك عمرك ما تعرفي تفرديها في الصينية، لانها بتاخد معاكي وقت او العجينة بتبقى جابسة معاكي، مش هتعرفي تفرديها خالص غير بالنشابة زي ما انا بعمل كده. هتفرديها كده زي ما انا عملتها كده، ونحطها بقى كده على قد الصينيه، نقيس الصينيه. انا هعمل العجينه لها حرف يعني بزياده، هفردها بزياده لان انا عايزه حرف للعجينه كده من الجنب علشان الحشوه بتاعتي ما تطلعش لبره. فاي زياده كده ما تقلقيش منها، شيلي كده وظبطي. اهم حاجه الارضيه بتاعه العجينه تبقى كلها متساويه وحجم واحد، وما يبقاش يمه عاليه ويمه واطيه. يبقى زي ما انا عملت كده اعملي بالظبط، وتشيلي الحراف اليمه العاليه، زودي في اليمه اللي تكون تحسيها ان هي كده محتاجه حته من العجين، فظبطي الحاجه دي بقى كده بايديكي. وطبعا بالنظر كده انت هتظبطي كل حاجه بايديكي، هتبقى ما شاء الله عليها، تبقى تمام. اهم حاجه زي ما احنا مع بعض متفقين الارضيه بتاعتي تبقى متساويه زي ما انتم شايفين كده. كده تمام. نجيب بقى الحشوه بتاعتنا اللي احنا عملناها مع بعض، نحطها كده في الارضيه بتاعه العجينه او الصينيه بتاعتنا، ونفردها كده تبقى كلها برضو فرده واحده او بسوا واحد، ويبقى كده تم معانا الحشوه بتاعتنا. ما شاء الله جميله جدا وكانت مظبوطه 100%. يعني انت تحكمي في الحجم بتاعك او الكميات المناسبه عندك او الحاجه اللي انت عايزاها. انا مكتره بقى في الكاكاو. ليه مش عايزه اكتر في القرفه؟ علشان القرفه ما تمررش معايا او تديني طعم مش كويس. هي الاساس بتاعها قرفه مش كاكاو، فاحنا بنحط الكاكاو عليها علشان طبعا القرفه بتديني مراره شويه، او لو هي كتيره او بالكتره ديت هتبقى مش مديك الطعم اللذيذ بتاعك. كده تمام. ممكن برضو تقللي من كمية السكر لو انت مش حباها تبقى مسكرة. هي السكر بتاعها ما شاء الله كانت مظبوطة جدا، طعمها كان جميل جدا ما شاء الله. نفرد بقى بقية النص التاني بتاع العجينة زي ما فردنا النص الأولاني بالظبط. هندنا نفرد كده. ممكن تعملها برضو في صينية مربعة لو انت عايزة، مش لازم صينية مدورة، المتاح عندك او اللي انت عايزة تعمليه اعمليه فيه. هنفردها كده بنفس الشكل ده. انا بقيسها كده في الصينيه علشان مثلا ما افردش زياده او تبقى كتيره، يعني تبقى اكبر من الصينيه. وممكن احط بقى في مكان اعليه ومكان او يبقى واطي، فما يبقى شكل الصينيه بتاعتي متساوي او متناسق، يبقى شكلها مش كويس. فبفرد على قد الصينيه ونظبط لو في مكان محتاج يعني حته صغيره تظبطيها انت بايديكي زي ما انا هعمل كده. المكان فاضي ممكن نظبطها ويبقى كده تمام. كده ما شاء الله شكل الصينية بتاعي مظبوط جدا. نظبط بقى الاحراف كده لحد ما تبقى معايا الشكل الصينية تمام. يبقى كده معايا شكل الصينية يبقى مظبوط وتمام معاكي. يعني تعملي حجازية من هنا ورايح من غير اي تعقيد او اي صعوبة، تعمليها بمكونات سهلة جدا. مش هتحتاجي اي حاجة من بره غير نص كيلو من الدقيق البسبوسة، يعني 10 جنيه. مش هتحتاجي اي حاجة تانية خالص غير كده. نيجي بقى للشكل بقى بتاعنا. ممكن تزينها بقى بالشكل ده زي اللي انت بتشتريها من بره بالشوكة كده، يعني تديها تشكيلة كده بالشوكة بظهر الشوكة كده، يعني شروط بسيطة كده بالطول وبالعرض لحد ما تزينيها كده بالشكل ده. ممكن تعمليها تقطعيها على طول، الحاجة المتاحة اللي انت عايزة تعمليها يبقى تمام معاكي. بالطول وبالعرض زي ما انا عملتها بيخلي شكل الصينية كويس وشكلها زي اللي احنا بنشتريها بالظبط من بره. انا بديها تخريمه كده بالشوكه علشان طبعا وهي ما تخش الفرن هتنتفخ معايا، ما تبقاش يعني نخرج منها الهواء على طول. هنقطعها كده بالطول بالسكينه كده بالطول الصينيه. التقطيعه طبعا التقطيعه المناسبه، ممكن تعمليها مثلثات زي ما انا هعملها كده، ممكن تعمليها مربعات، اي شكل انت حابه تعمليه، الشكل اللي يريحك اعمليه فيها. هنيجي بقى يعني بعكس بقى الصينية، من اول خط احنا عملناه نقطع برضك منها كده، ونروح مقطعينها كده تديكي شكل السمبوكسات. شكلها بصراحة تحفة جدا وزي اللي بنشتريها من بره بالظبط. بصراحة حاجة كده في منتهى الجمال.
طعمها، ريحتها، كل حاجة فيها كانت ما شاء الله جميلة جدا. تمام كده، كده ادتني بقى الشكل بتاعي اللي انا عايزاه. هنعيد بقى على التقطيع، علشان طبعا ما ينفعش ان احنا نطلعها من الفرن ونقطعها، لازم نقطعها قبل ما تخش الفرن، عشان لو قطعتيها بعد ما تطلع من الفرن هتتهري منك ومش هتبقى مديك الشكل اللي انت عايزاه او تعرفي تتحكمي فيه. كده احنا قلنا كل حاجة احنا هتقابلنا في الفيديو، او كل حاجة احنا هنستعملها او هنجيبها او متاحة ليكي انت تعمليها. ممكن تستعملي في بدل السمنة زبدة، يعني لو انت متاح. اهم حاجة السمنة او المادة الدهنية اللي انت تستعمليها تكون مادة تكون ريحتها حلوة، تديكي ريحة كويسة والنعومة. اهم حاجة تبقى هي سمنة علشان تبقى طرية معاكي وناعمة قوي. شكل الصينية ما شاء الله يفتح النفس. معايا الفرن بقى على درجة حرارة 200، هتقعد حوالي ربع ساعة، تلت ساعة، مش اكتر من كده. طلعنا الصينية، هنعيد على التقطيعة بتاعتها. ما شاء الله انا مسافة ما طلعتها قطعتها على طول وطلعت منها ما شاء الله جميلة جدا. يعني حاجة كده في منتهى الجمال، ما اتهرتش مني، شكلها كان تحفة قوي. حاجة كده، وشكل الحشوة بجد رهيب جدا، يعني حاجة كده في منتهى الجمال، حاجة كده اسكندراني. وطبعا ألف تحية لأهل اسكندرية حبايبنا، اللي بيشرفونا في كل مكان وبيطلعوا لنا مواهب حلوة. يا رب الفيديو بتاعي يكون حلو ولذيذ وبسيط وخفيف كده على قلوبكم، ونحاول ان احنا نعمل حاجات حلوة كده من حبايبنا واخواتنا اللي موجودين طبعا في مصر وبره مصر، ونعمل كل حاجة بتعجبكم. شكل ما شاء الله الصينية بصراحة يفتح النفس وجميلة جدا، يعني حاجة كانت بصراحة رضتني. يا رب اللي انا عملته يرضيكم انتوا كمان، واشوفكم في الفيديوهات اللي جاية، ويا رب اللي جاي يكون احسن. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامة.